وصفة للقراقيش الفلاحي بطريقة زمان، طريقة أجدادنا وأمهاتنا، بطريقة بقى الزمن الجميل الحلو أوي، بالطريقة بتاعة زمان الجميلة أوي. تعالوا كده هنشوف إن شاء الله هنعمل وصفة سهلة وسريعة وبسيطة وفي الوقت نفسه هشة جدًا معاكِ وخفيفة أوي. السمنة بتاعتها مضبوطة ومقاديرها مضبوطة، تعالي هاوريكِ كل حاجة وبسم الله اللهم بارك. تعالي شايفة المنينة عندنا بسم الله الله أكبر، مستوية من فوق من تحت وقلبها مفرغ زي ما أنتِ شايفة كده بالضبط، وهشة جدًا ما هياش مكتومة ولا أي حاجة. هنعمل منها كمان بالعجوة وبسم الله اللهم بارك، ولو عايزة تعمليها برضه بالملبن هاقول لِك إن شاء الله هتعملي إيه. أهي الوصفة عندنا بسم الله اللهم بارك، تسويتها مضبوطة وحلوة أوي، لونها مميز ولونها يعني الصاج عندنا واخد لون مميز ولون واحد، هاقول لِك تعملي إزاي في التسوية زي ما أنتِ شايفة. ودي الحتت اللي بتفيض معانا بعد التقطيع عملناها قرص كده عاملة زي القرص المبسوسة بالضبط، والعجينة دي تنفع تعملي منها القرص المبسوسة. وتعالوا هنسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين. عندنا الحليب النهارده أي نوع أنتِ تشتغلي فيه، هنحط بسم الله اللهم بارك 3 كوبايات من الحليب بالكوب المعياري اللي هو 200 مللي، تمام كده؟ أهو هاحط 3 كوبايات ودول فاضوا في العلبة حوالي نُص كوباية هنحتاجهم لمّا نيجي نعجن ونزود بقية السوايل. هاحط فيها بقى 3 معالق من الخميرة لكل كيلو دقيق عشان إحنا النهارده هنشتغل في 3 كيلو من الدقيق. حطيت ربع معلقة من الملح وحطيت 3 معالق من الخميرة وحطيت كمان لكل كيلو دقيق اللهم بارك 3 معالق من السكر، تمام كده؟ وهتلاقيني كاتبة لِك إن شاء الله كل المقادير في صندوق الوصف وفي التعليقات إن شاء الله على الفيس. بس كده هادوّب بقى المقادير بتاعتي كويس بحيث إن الملح والسكر يدوبوا كويس والخميرة وهاركنهم عندي على جنب. الحليب في فصل الشتا بيكون دافي والمَيّة اللي أنا هاعجن بيها، أمّا في فصل الصيف بيكون من درجة حرارة المطبخ العادي. هانزل بقى بال3 كيلو من الدقيق بتاعي، الدقيق بتاعي دقيق من هو دقيق المتعدد الاستخدامات أو دقيق المحلات أو الدقيق الزيرو أيًا كان أنتِ هتسميه إيه. هاحط عليه 3 معالق من الحليب البودرة وده اختياري، عايزة تحطيهم حطيهم، بس طبعًا بسم الله اللهم بارك بيدّوا هشاشة جميلة أوي للقراقيش بتاعتنا. حطيت كمان لكل كيلو دقيق معلقتين من السمسم، وحطيت كيس بيكنج باودر لل3 كيلو، تمام. حابة أنتِ تحطي شمر وينسون أو أي حاجة تانية تزوديها من الأعشاب دي، ما فيش مشاكل خالص، بتبقى حلوة وبتدّي ريحة وطعم جميل، بس كل واحد طبعًا حسب ما بيحب الحاجة. اديت تقليبة كده بقى للمواد الجافة بتاعتنا ونزلت عليها ب4 كوبايات من السمنة، وهنكمل بقية المادة الدهنية بتاعتنا زيت، تمام كده. دي سمنة بقري بلدي مسيحينها وبسم الله اللهم بارك مخلية القراقيش طعمها في حتة تانية. بس كده نزلت ب4 كوبايات أهو، وهابدأ أكمل بزيت. لكل كيلو دقيق بياخد عندنا مَجّين من المادة الدهنية، مَج ونُص من السمنة ونُص مَج من الزيت، تمام كده؟ تمام. بس كده حطيت بقى كوبايتين كمان من الزيت، وزيت يكون نضيف ما يكونش زيت تومين عشان ما يدينيش ريحة مش حلوة، ويبهدل لي السمنة البلدي اللي أنا حطيتها. وما ينفعش إن أنا أعجن القراقيش أو القرص المبسوسة من غير ما أحط زيت مع المادة الدهنية بتاعتي، تمام. غسلت إيدي ونشفتها كويس من المَيّة، وهابدأ أبِث العجين بتاعي بالسمنة اللي موجودة عندي، اللي أنا نزلت بيها على الدقيق. هتعجني الأول بإيد واحدة كده وبعد كده تبدأي تنزلي بالإيدين الاتنين علشان نبِث. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. ودايمًا سمّي الله كده وأنتِ بتعملي حاجة الأكل أو أي شغلانة أنتِ بتعمليها أو أي حاجة، يقوم ربنا إن شاء الله يُقف معاكِ ويساعدِك والحاجة تطلع جميلة ومميزة وحلوة وطعمها بيكون خطير وحلو أوي. هابدأ بقى أبِث كده كويس الأول في المرحلة دي، لو أنا باعمل قراقيش أو قرص مبسوسة لازم أبِثها بنفس الشكل، عاملة زي الكحك كده، تمام. بابدأ أبِث بقى كويس أوي كده لغاية أمّا أخلّي الدقيق بتاعي كلّه متغلغل بالسمنة بتاعتي وعامل زي حَبّ الرمل كده بالضبط، بنفس الشكل اللي أنتم شايفينه ده. اتأكدت كده إن كل الدقيق عندي، هابدأ بقى ألِم كل المادة الدهنية اللي موجودة على الطبق عندي عشان لمّا آجي أعجن يكون كلّه مخلوط في بعضه كويس، تمام كده. أهو بسّيت كويس والدنيا تمام. تعالي بقى ننزل بالخميرة بتاعتنا واللبن، أهو بنفس الشكل اللي أنتم شايفينه ده. بامسك كمية الدقيق بادوس عليها بإيدي كده بتكتّل معايا كده الدنيا تمام. هابدأ بقى أنزل بالخميرة بتاعتي اللي هي عقبال ما عملت اللي أنا عملته ده وبسّيت العجينة بتاعتي، كانت الخميرة بسم الله اللهم بارك اشتغلت لإن الحليب عندي دافي. دوّبتها كويس واتأكدت إن ما فيش حاجة في الطبق ونزلت بيها كلّها على العجينة وهابدأ أعجن، وبعد كده هابدأ أكمّل بالمادة السايلة عندي، اللي أنا القراقيش بتاعتي باحب إن أنا أضيف مَيّة وحليب، مش باحب إن أنا أعجنها بمَيّة خالص أو بحليب خالص. الحليب خالص بيخلّيها بعد فترة تضطر معايا، والمَيّة كمان بتخلّيها تبقى ناشفة معايا زيادة عن اللزوم. فإحنا علشان نقسم البلد نُصّين وتبقى الحاجة معانا مضبوطة وكويسة ويكون مقاديرها كويسة، بابدأ أحط كمية من المَيّة وكمية من الحليب. نزلت بالنُص كوباية بتاعة الحليب اللي اتبقت معايا وهابدأ أكمّل بكوبايتين من المَيّة، وأعجن عندي حطيت كوباية واتبقى عندي كوباية برّه أهي معايراها، بس حطيت في الطبق علشان مكان الحليب يعني،
تمام. نزلت بقى بالكوبايتين عندي اهو بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها السمنه. هبدا الم العجينه بتاعتي، ولو لقيتها محتاجه سوائل تانية هحط لها واعجنها كويس. طول ما العجينه مفروله عندي بزياده عن اللزوم هضيف سوائل لغايه ما اخلي العجينه بتاعتي ملمسها زي ما انت شايفه كده بالظبط، مضبوطة وكويسة ولما بعضها وما فيهاش فراغات كتيرة قوي، يعني فيها فراغات بس بتكون بسيطة. هبدأ اخد كرة منها كده وابدأ ابرمها في ايدي واطريها في ايدي الاول والينها كويس وارجع اديها تبطيطة. لقيتها تمام وناعمة من على الوش وسطحها كويس وناعم، خلاص على كده هغطي العجينة عندي في الوقت ده واسيبها حوالي نص ساعة بكيس بلاستيك او بفوطة. اهم حاجة يكون عليها كيس بلاستيك علشان ما تنشفش من الوش. وانا هنا مش بخمر، انا بحطها بس كده علشان العجينة بتاعتي ترتاح تفرد معايا سهل. في المرحلة دي هجهز العجوة بتاعتي اهي اللي هي احنا عاملينها مع بعضينا زي ما قلت لكم قبل كده، عملناها في فيديوهات قبل كده. جبنا البلح السيوي اللي هو المستوي وبدأنا مسحناه ونضفناه كويس وحطيناه في الشمس وبدأنا حمصناه وحطيناه في اكياس وغلفناه في برطمانات او في جرادل كبيرة على حسب الكميات اللي عندك. لو انت عايزة تحطيه في التلاجة حطيه. لما بحتاج منه زي كده بنعمل بيه القرص اللي بالعجوة، القراقيش اللي بالعجوة، او بنعمله بالسمنة البلدي. اهو بدأت فصصت العجوة بتاعتي كلها وحطيت عليها معلقة من السمنة وبدأت دمجتها زي ما شفتيني كده بالظبط من غير نار خالص، لان هي القريشة العجوة عندنا بسم الله اللهم بارك طرية وحلوة مش ناشفة. جيت هنا بقى جبت صينية او الرخامة اللي انت هتفردي عليها ايا كان. جبت كده هبقى اخد 3 قطع او قطعتين نص الكمية او ربع الكمية على حسب الكمية اللي انا عجناها. باخد منها كورة او 2 او 3 بنفس الشكل واطريهم في ايدي ولينهم في ايدي وابدا احطهم على الرخامة او على الصينية اللي انا هفرد عليها. وممكن ان انا لو مش هجدعم بسرعه بغطيهم بكيس بلاستيك علشان ما ينشفوش معايا. تمام كده. هبدا بقى هنا اجيب العجينه بتاعتي. وانا عملت 3 ليه علشان ابدا اشتغل في اول واحده عبال ما اخلص فيها تكون ارتاحت. هبدا ابرمها بين ايديا زي ما شفت كده بالظبط واكورها وادورها كده بنفس الشكل وابدا افردها بنفس الطريقه اللي انت شايفاها دي. هبدا افرد هنا في اول حاجه هنشتغل في اللي من غير عجوه. ومش هفردها قوي، يعني انا بحب اخليها يعني سمكها يعني نص سنتي كده او اعلى شويه بساط كده عن النص سنتي لفوق لانها لسه هتاخد خمر تاني قبل التسويه. تمام. هبدا بقى اسوي كده وبقطعه البيتزا عندي، هي دي اسهل تقطيع للقراقيش، هي قطعه البيتزا بسم الله اللهم بارك بتمشي معاكي على طول وبتخليها متساويه وحلوه قوي من الجوانب. هاخد بس من الجوانب دي هنا وهنا بحيث ان انا اسويها اخلي علشان الشغل بتاعي يكون مظبوط والقرقيش بتاعتي كلها تكون متساويه بالظبط زي ما بتشوفي. بنشتغل بنفس الطريقه دي. باخد الجوانب بتاعتي الاربعه وببدا ان انا اقطع بنفس الطريقه دي حوالي سنتي كده او سنتي ونص او 2 بالكتير قوي، بس 2 هيبقى كتير قوي. حوالي سنتي كده او سنتي ونص وببدا اقطع على طول. هي ما شاء الله اللهم بارك السكينه عندي طالما سخنه وكويسه بتمشي معايا على طول في العجينه. ببدأ أجيب الصاج بتاعي اللي هو المفروض يكون ألمونيا، التسوية بتاعته بتكون مظبوطة لكل حاجة. تمام. يكون مغسول ونضيف ومنشف عندي ما يكونش من مكانه مية، وببدأ أرص عندي ما بدهنش خالص أي دهنة لأن القراقيش عندي بسم الله اللهم بارك السمنة بتاعتها كويسة أو المادة الدهنية بتاعتها كويسة فمش هتلزق معايا في السجان. ببدأ أن أعمل بنفس الشكل التاني الكرة التانية هنعمل مرة كمان برضه هوريكي دي السادة اللي بالعجوة هنشتغل فيها شغل تاني وهوريهولك إن شاء الله. هبدأ بقى أبرم بنفس الشكل كده وببدأ يعني وأنا ببرم بإيدي بدمج بإيدي لتحت بضغط على العجينة مش بفرول وخلاص وادور وخلاص لا. اهي نفس الشكل والسطح برضو ببدأ ان انا انعمه كويس وببدأ اي زيادة فيها بحيث ان انا اخليها كلها مقاسات واحدة ونفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي كده والاحرف بتاعتها بتكون متساوية وكويسة. واللي انا بقطعه ده هقولك هنعمل فيه ايه دلوقتي. وخدت برضو من الجانب ده ومن الجانب ده وهبدأ ان انا كده اقطع. دي اسهل حاجة اللي هي القراقيش اللي بالسادة، ودي طبعا بتبقى سهلة خالص في نفس يعني في التحضير بتاعها بتكون سهلة. بس كده هبدأ بقى اخد كل اللي انا قطعته برضو وارصه بنفس الطريقة دي. يعني بخلي مسافة حوالي يعني نص سنتي بس او اقل كمان لان القراقيش ما شاء الله يعني بترفع شوية في الفرن. لكن مش زي القرص ومش زي الخبز، يعني الخبز ممكن يفرد معايا اكتر والقرص ممكن تاخد معايا خمرة اكتر. انما القراقيش مهما كان بتبقى محتفظة بشكلها اللي انت فردتيه عليه. خلصت كده السادة العاديين عملت بسم الله اللهم بارك صاجين ويعتبر الصاج فيهم اخد كيلو من الدقيق. الصاج عندي ما شاء الله اللهم بارك كبير. تمام كده. تعالي بقى نشتغل في اللي من غير عجوة، بس قبل ما نشتغل فيها هقولك نعمل ايه في اللي احنا مقطعينه ده. ببدأ اخد الحتة زي كده بالظبط وابدأ ادورها واكورها كويس واحطها ترتاح حوالي دقيقة كده وابدأ ان انا اشتغل فيها زي ما هوريكي اهو. ببدأ اكورها بنفس الطريقة دي كده واسويها كويس وادمجها في ايدي كويس وانعمها
واحطها بحيث ان هي ترتاح شويه، وابدا بعد كده افردها واعملها قرص صغنونه للاولاد بيفرحوا بيها ويحبوها قوي. تمام كده اهي بتبقى عامله زي القرص المبسوسه بالظبط، لان يعتبر نفس العجينه بتاعه القراقيش بتكون هي نفس العجينه بتاعه القرص المبسوسه. بس كده بنفس الشكل بكملهم كده، وبجيب صينيه عندي على قد اللي هيبقوا عندي اهو، وببدا ان انا افردهم فيها، سواء بقى بفردهم بدوس عليهم زي القرص العاديه خالص، او ان انا بنعمها بايدي وببدا ادمجها بين ايديا الاتنين وابدا احطها في الصاج اهو بنفس الطريقه. دول كده اللي هم اتبقوا من القراقيش الساده. اللي بالعجوه برضه هقولك هتعملي فيهم ايه لو انت قطعتي الاحرف وفيها عجوه اهي بنفس الشكل كده، او بمسكها القرصه بين ايديا الاتنين وبضغط عليها، خلاص على كده بتبقى ناعمه ومظبوطه وحلوه. بخلصهم بقى بنفس الشكل كده زي ما انتم شايفين. وتعالوا بقى هقول لكم نعمل ايه في القراقيش اللي هي اللي بالعجوه. قطعت الكميه بتاعتي اللي باقيه حوالي كيلو، قطعتهم برضو 3 4 كور بنفس الشكل كده، وهبدا اغطيهم بكيس علشان ابدا ان انا افرد. اللي بالعجوه بتاخد وقت معايا شويه عن الساده، لان الساده مش بتاخد وقت في التحضير بتاعها. فهحط هنا كيس بلاستيك واحطهم عليه عشان يفضلوا تراي ما ينشفوش من على الوش، وفي الوقت نفسه اشتغل انا براحتي. بس كده برضو الصينيه اللي عندي اهي بنفس الشكل، يا اما اعملها بنفس الطريقه دي كده وافتحها فراغات من النص وابدا افرد بنفس الشكل، يا اما برضو ابرمها بنفس الشكل اللي انا عملته في الساده وابدا افرد. بس هنا عندي بقى في سواء اللي بالملبن او اللي بالعجوه او اي حشوه انا هحشيها، ببدا ان انا افردها بزياده شويه، كلها سمك واحد، الحرف زي الوسط زي كله. ببدا افردها واحاول ان انا اخليها مستطيله شويه علشان ايه ما اهدرش كتير من الاحرف بتاعتها. تمام. برضو بفردها خالص زياده عن اللزوم عن الساده كمان، يعني بفردها اكتر من العجينه بتاعه القراقيش الساده. ولسه كمان هفردها اكتر بعد ما افرد فيها العجوه. بجيب بقى العجوه بتاعتي، العجوه عندي بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طريه وحلوه قوي. والعجوه البلدي دي بتبقى طعمها حلو عن اللي بتشتروها كمان من المحلات الجاهزه اللي هي العجوه الجاهزه. تمام كده اهو ببدا اخد كده، وكل قطعه من العجينه بفرد في نص العجينه بس، واخلي النص التاني زي ما هو كده بالظبط ساده. هبدا اقول لك هنشتغل ازاي. بكمل بقى بقيه العجوه بتاعتي وبمسح ايدي مكان العجوه علشان اما اجي اتني العجينه بتاعتي او اطبقها او اضغط عليها من فوق ما تبقاش فيها عجوه من فوق وشكلها مش حلو. بالراحه كده وبسمي الله، وببدا اخد العجينه بتاعتي وبطبقها تاني على الناحيه اللي انا حاطه فيها العجوه او المنين، وببدا افرد بنفس الشكل. بس بتاكد من تحت انها مفروده كويس علشان ما تبقاش فيها حته تخينه وحته رقيقه شويه، وبيبقى شكلها مش حلو القراقيش عندي لما تيجي تحطيها للضيف عندك داخل او حاجه. المهم ان انا انعم السطح بتاعها كويس واساوي الجوانب كويس، وببدا اخد برضو بنفس الطريقه، بس الناحيه التانية مش هاخد لان الناحيه التانية متساويه وكويسه، يعني مش محتاجه ان انا اقطع منها واساوي. بس هاخد بس من الجنبين دول وابدا افرد. لو لقيت العجينه بتاعتي او السكينه بتاعتي فيها عجوه بمسحها بنفس الشكل ده كده وابدا اقطع اللي غيرها. لقيتها مش واخده عجوه، لان عندنا بسم الله اللهم بارك العجوه عندنا طريه وحلوه قوي. بس كده ببدا اكمل وهكمل برضو دول، وهقولك هنعمل ايه دلوقتي. بجيب برضو الصاج عندي المفروض يكون ناشف ما فيهوش ميه، ومسحاه كويس، وهبدا ارص القراقيش عندي اللي هي بالعجوه. بسم الله الرحمن الرحيم. القراقيش عندنا بسم الله اللهم بارك مرصوصة رص وحلوة قوي. اللي انت عايزة تعمليه دي حاجتك ودي مملكتك، اعملي فيها اللي انت عايزاه والاشكال اللي انت عايزاها او التقطيع اللي انت تحبيه، بس انا بوريكي فكرة وانت يعني شجعي نفسك واعملي. بتحطيها في الشتا كده حلوة قوي للاولاد، بيشربوها بشاي بياكلوها كده لوحديها. بتعملي كوباية لبن، بتفطري جوزك الصبح وولادك وهما ماشيين على الامتحانات او المدارس ايا كان انت بتعملي ايه بيها. تمام اهي. ببدأ اجيب بقى اللي بالعجوة دي وببدأ اخلي الحتة اللي فيها العجوة دي في النص اهي شايفة. بجيب حتة من بره من غير عجوة خالص سادة، وببدأ ابرمها واحط فيها اللي بالعجوة وابرمها بنفس الشكل كده، وابدأ ان انا اخلي العجوة جوه علشان تبقى يعني كأنها قرصة بالعجوة. تمام، يعني قرصة مبسوسة بالعجوة. ببدأ افرد بنفس الشكل برضو. هنعمل واحدة تانية اهي. فردت اللي فيها تعوجات او فيها تشققات او في اي حاجة مش ناعمة خليها تحت. ماشي. في الاول ببدأ افرد عليها بسيط وببدأ اقلبها تاني واخليها فوق، وبخلي الناعمة تحت علشان لسه هطبقها تاني واخلي الوش بتاعها من تحت. بجيب برضو العجوة بتاعتي بنفس الشكل وافردها بنفس الطريقة بالراحة خالص. بتخلي كمية العجوة كمية رقيقة مش تقيل قوي علشان اما تستوي تبقى عجوتها مظبوطة بين العجينة بتاعتها، يكونوا التلاتة يعني وش القرقيش من فوق والعجوة والقاع بتاعها يبقى تحسي ان هما ميزة واحدة او مسافة قد بعضهم.
ببدأ افردها بنفس الطريقة واطبق برضو الحتة التانية، وببدأ افرد بحيث ان انا افرد العجوة بتاعتي جوه العجينة، وفي الوقت نفسه العجينة بتاعتي ما تكونش تخينة قوي ولا رقيقة قوي، واتأكد برضو من القاع من تحت انه مفروض كويس ما فيهوش فراغات من تحت. وابدأ بعد كده اساوي الجنب عندي وابدأ اقطع بنفس الشكل اللي انت شفتيه اهو. بسم الله. وببدأ اخد برضو بنفس التقطيعات، بحاول ان انا اخلي كل التقطيعات عندي مقاس واحد علشان شكلها يبقى مميز في الصاج، وفي الوقت نفسه لما اجي اقدمها لحد بعد التسوية تبقى كلها مقاس واحد اهي. بسم الله اللهم بارك، حلوة قوي. تحس ان القاع بتاعها قد الحرف بتاعها من فوق، قد كمية العجوة كمان اللي في القلب. تمام اهو. ببدأ اشكل بنفس الشكل كده واخلص الكمية عندي، وببدأ هنيجي بقى عند التسوية، هنتكلم شوية عند التسوية. اجي هنا بقى في الحته دي اللي بتبقى في الزاويه، ممكن اخليها زي ما هي كده بالظبط واحطها تكمل تسويه، مش هتفرق يعني الاولاد هياكلوها اصلا واحنا شغالين. بس كده بكمل بقى كل ده، وببدا بقى تعالي كل اللي باقي برضو بعد ما اخلص الكميه بتاعتي بشوف اللي باقي عندي واعمله كور بنفس الطريقه اللي انت شفتيها واحطهم في الصاج الصغير ده. تعالي بقى كده القراقيش بتاعتنا عبال ما خلصت التقطيع. طبعا ان ايد واحده اللي بتشتغل، الصاج الاولاني كان ارتاح. طيب لو انا هنعمل كميه مع بعضينا يعني انفار مع بعضينا كتير، هتخليه نص ساعه بعد التقطيع يرتاح خالص براحته، او ساعه الا ربع، وبعد كده ابدأي تسويه. تمام. تعالي بقى هنا بسم الله اللهم بارك، دي الكميه بتاعتنا اللي طلعت من 3 كيلو دقيق. اللهم بارك، هوريهم لك الاخر بعد التسويه. اللهم بارك، حلوين قوي، يقعدوا معاكي فتره، وهقول لك طريقه تخزينهم برضو ازاي. تعالي بقى نروح عند الفرن بتاعنا، ولعنا الفرن وسخناه كويس قوي 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 قوي، وبعد كده بدأنا هدينا النار من الجوانب ودخلنا الصاجة بتاعتنا. بس لازم اي تسوية لاي حاجة عندي لازم اسخن الفرن كويس الاول، ما ينفعش ان انا اولع الفرن كده واروح مدخلة الحاجة اللي انا هسويها. ده كان اول صاج عندنا احنا قطعناه، سمينا الله بسم الله الرحمن الرحيم. الجوانب زي ما انت شايفة كده بالظبط على الهادي، والقاع من تحت اقل من المتوسط. هداير الصاج في الاول بالطول بنفس الشكل علشان ما ياخدش لون من الجوانب اسرع، والقاع بتاعه يكون لسه مستويش. هنا بعد حوالي 3 4 دقايق كده ما دخلناه في الفرن اهي، بسم الله اللهم بارك، تحسي ان ان القراقيش بتاعتنا يعني ارتفعت، بس في الوقت نفسه ما مسكتش في بعضيها، يعني صاينه مكانها في نفسها في مكانها. تعالوا هنا بقى حطينا الصاج اللي بالعجوه ده في الفرن اللي هو بتاع المطبخ العادي، وبرده بيبقى نفس التسويه يعتبر. هنيجي هنا بقى عند الفرن عندي، لقيت القاع عندي هنا اخد لون شويه اهو، والصينيه بتاعتي من الوش لسه ما استويتش او لسه ما اخدتش وقتها اللي المفروض تاخده. حطيت الصاج ده تحت كفيته او قلبته يعني كده، وحطيت الصاج بتاعي من فوق وخليت نفس النار هي هي، يعني اقل من المتوسط شويه من تحت، لكن الجوانب ضعيفه خالص زي ما انتم شايفين. ديرت بقى بحاول ان انا ادير كل دقيقتين كده، بدير الصاج كده وكده عشان ياخد نفس اللون اللي انتوا شايفينه ده. بسم الله اللهم بارك، حلو قوي، مستوي كده مظبوط وشكله جميل وحلو قوي. تعالوا بقى هطلع الصاج ده ونحط الصاج التاني، ونشوف برضو السجون التانية اللي عندنا في الفرن التاني اخبارها ايه. تعالوا اهو طلعت الصاج اللي كان فيه، وعينت برضو الصاج اللي هو تحت على البلاطه، لان انا لسه هبدا تسويه في ده. لو لقيت ان هو اخد لون احمر من تحت شويه قبل التسويه بتاعته من الوش، هبدا اعمل نفس الشكل اللي انتوا شفتوني عملته. تعالوا هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم كده، لايك حلو لام يوسف وجودها معانا النهارده في الفيديو، ويحطوا لنا لايك حلو كده للفيديو، وطبعا تعليق منك حلو قوي طبعا بيشرفني وينورني. تعالوا بقى نشوف القراقيش بتاعتنا بعد ما استوت. بسم الله اللهم بارك، عملنا كميه كبيره. اعمليها بقى لحبايبك لو حد رايح عمره ولا حاجه وهديه بيها، اعمليها لاولادك في البيت اهي. تعالي شوفي اللهم بارك، حلوه قوي، مفرغه من جوه، مستويه، واخده لون جميل، لون مميز، واخده لون كله موحد للصاج زيه زي بعضيه مع تدايره الفرن. وتقفلي باب الفرن على التسويه، بسم الله اللهم بارك، بيطلع لك النتيجه اللي انت شايفاها دي اهي، مستويه من فوق من تحت ومظبوطه قوي وسواتها مظبوطه. واحلى ما تشتريها من الافران، بنشتري الكيلو بالشيء الفلاني، السمنه بتكون موجوده عندنا في البيت لو انت هتشتري الدقيق بس. وبتعملي الكميه الكبيره دي وحطيها للاولاد في علب بلاستيك كده، خزنيها في علب بلاستيك بس بعد ما تبرد خالص اهي. شايفه بسم الله اللهم بارك، شكلها جميل ومظبوطه، العجوه مفروده فيها كلها نفس الشكل، مديه منظر جميل. شكلها جميل حتى تفتح النفس كده على الاكل. وما شاء الله اللهم بارك، عملنا كميه حلوه. بالله عليكم لايك حلو للفيديو لو انتوا لسه معانا. وتعالوا بقى هقول لكم هنرصها ازاي واوريكي شكلها عامل ازاي، لما اجي ارصها في طبق او في حاجه يبقى شكلها جميل. بسم الله اللهم بارك. تعالوا بقى كده نشوف شكلها عامل ازاي لما رصيناها في الطبق، هيبقى شكلها مميز وحلو قوي.
هنا كده حبيت إن أنا يعني أرُص شوية من السادة ومن اللي بالعجوة، وباقي كمان كميات لسه في الصاج تاني، اللهم بارك حلو أوي. علب بلاستيك بقى كده من بتاعة التلاجة وحطيها فيها، تعالي شوفي اللهم بارك حلوة أوي، هشة جدًا مع إنها لسه سخنة، كل ما بتبرد كل ما بتبقى جميلة معاكِ، اللهم بارك حلوة أوي، طعمها جميل خفيفة، سمنتها حلوة، إنها بالسمنة البلدي طعمها بجد، بجد مميز وحلو أوي. اشتغلي في كل معجناتِك بالسمنة البلدي أيًا كان أنتِ هتعملي كميات قد إيه، بس بجد، بجد بتنقلها نقلة تانية وبيبقى طعمها جميل. يالّا حبايبي أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد.